لو اديتك 20 مليون جنيه استرليني يا ترى هتعمل بيهم ايه؟ اهلا بيكم في قناة الرحلة مع هلال. لو فكرنا في إجابة سؤال زي اللي سألناه من شوية هنلاقي إجاباتنا بتختلف من واحد عن التاني. في اللي هيقول هيشتري جزيرة، واللي هيقول عايز أشتري أسطول عربيات، واللي هيقول عايز ألف العالم 7 مرات. أحلام جميلة، لكن يا ترى هل الإجابة دي هتختلف لما الفلوس دي تبقى في إيد واحد أقصى طموحه كان مرتبه آخر الشهر؟ تعالوا بينا نرجع بالزمن لسنة 2002. في مدينة صغيرة شرق إنجلترا كان بيعيش شاب صغير في السن اسمه مايكل كارول. مايكل في الوقت ده كان عنده 19 سنة بس، وكان بيعيش في بيئة فقيرة جدا. تخيل معايا يومه كان عامل ازاي. كان بيصحى الفجر كل يوم في برد انجلترا القارس ده، يلبس لبس الشغل ويطلع يأدي مهام عمله كعامل نظافة. شغل مرهق ومرتب بسيط وأحلام أبسط من البساطة. وفي يوم من الأيام وهو راجع من الشغل عدى على كشك صغير واشترى بطاقة يا نصيب أو لوتري زي ما بيسموها، وكانت بحوالي جنيه استرليني واحد بس. ما كانش متوقع أي حاجة، مجرد محاولة يائسة للهروب من الواقع بتاعه. وفي ليلة من الليالي وهو قاعد قدام التلفزيون بعد يوم مرهق بيتابع الحفلة السنوية لسحب بطاقة اللوتري، الأرقام بتظهر على الشاشة واحدة ورا التانية وهو باصص في ورقته بس مش متوقع أي حاجة. وفجأة الرقم الأخير ظهر: مايكل كارول الفائز بجائزة اللوتري بقيمة 9 مليون و700 ألف جنيه استرليني. لو حسبنا المبلغ ده بنسبة التضخم لحد النهاردة تقريبا هيعدي ال 20 مليون جنيه استرليني، وانت بقى حولها لعملتك وشوف هتطلع كام. الصحافة كلها تاني يوم في بريطانيا كانت بتتكلم عن عامل النظافة المليونير، الشاب اللي اتحول من الفقر المدقع للثراء الفاحش في ليلة واحدة بس. يعني حرفيا أسرع من كتاب كيف تتعلم الإنجليزية في 3 أيام. تخيلت نفسك مكانه؟ الفلوس في حسابك والعالم تحت رجلك. تعال اقول لك بقى ايه اللي حصل. مايكل دخل في حالة جنون حرفيا. اول حاجة عملها اشترى القصر اللي كان بيعدي من جنبه كل يوم وما كانش يحلم يدخله حتى، وملى الجراج بتاعه عربيات بقى اخر موديل. ومن كتر الملل كان بيعمل سباق بالعربيات دي، وكان بيستمتع جدا جدا وهو بيشوفها بتتكسر قدامه لمجرد التسلية بس. الصحافة البريطانية بدأت تتكلم عن القصر اللي الحفلات فيه ما بتنتهيش، كل الممنوعات عملها تقريبا، وكان بيصرف آلاف الجنيهات هدايا لأصحابه اللي ظهروا فجأة، لدرجة إنه في مرة اشترى لكل واحد فيهم عربية جديدة في نفس اليوم. كان بيصرف أكتر من 10,000 جنيه استرليني في اليوم الواحد على الحفلات بس، وكان متأكد إن الفلوس دي عمرها ما هتخلص. عدت سنة ورا سنة ورا سنة لحد ما وصلنا لسنة 2012، يعني تقريبا بعد 10 سنين من استلامه للجائزة. مايكل رسميا بيعلن إفلاسه والخبر بيتنشر في كل الجرايد البريطانية. الثروة التي لا تنتهي انتهت بالفعل. كل اللي اتبقى من ثروته دفعوا تعويضات للحكومة، والقصور اتباعت والعربيات اتسحبت، والأصدقاء زي ما ظهروا فجأة اختفوا فجأة. تخيل معايا يا صديقي مايكل بيرجع بعد 10 سنين لنقطة الصفر تاني، ويمكن أسوأ. طبعا أصبح عاطل عن العمل، والحاجة الوحيدة اللي كان بيعرف يعملها قبل 10 سنين هو إنه كان بيشتغل عامل نظافة. وبالفعل رجع مايكل لمدينته مرة تانية واشتغل نفس الشغل القديم. قصة مايكل دي يا صديقي بتورينا الفرق بين عقليتين، الفرق اللي بيحدد مصير أي فلوس تيجي في إيدك، سواء 1000 جنيه أو 20 مليون جنيه استرليني. الفرق بين العقل الاستهلاكي والعقل الاستثماري. العقلية الاستهلاكية اللي كانت عند مايكل كانت بتبص للفلوس على إنها أداة للمتعة اللحظية فقط. عقله مبرمج على استهلاك الثروة لحد ما تخلص، وبيقيس نجاحه بنظرة الناس ليه. عايز يلبس أغلى ماركة ويسكن في أرقى مكان ويركب أحسن عربية حتى لو على حساب ديونه أو مستقبله المالي. العقلية الاستثمارية بقى حكايتها حكاية تانية خالص. صاحب العقلية دي بيبص على الموارد مهما كانت قليلة على إنها بذرة لو زرعتها صح هتطرح شجرة فرص ونجاحات. والأسئلة اللي دايما بتيجي في دماغه: هستغل الموارد المتاحة حاليا إزاي؟ سواء كانت مهارات أو فلوس أو حتى فرص تعلم هتحسن من حياتي. على الجانب الآخر تماما من قصة مايكل عندنا في مصر قصة ملهمة زي قصة الحاج محمود العربي الله يرحمه. بدأ بمحل صغير في الموسكي
براس مال قليل جدا، لكن كان بيمتلك عقلية استثمارية من الطراز الأول. كل ربح كان بيحققه كان بيعيد استثماره مرة تانية، سواء في المحل أو في البضاعة، وما كانش بيفكر غير في بناء كيان يكبر مع الزمن. وقدر مع الوقت يحول المحل الصغير ده لإمبراطورية العربي جروب اللي احنا عارفينها دلوقتي. الفرق واضح جدا، واحد امتلك الملايين وضيعها، والتاني بدأ من الصفر وبنى المليارات. مايكل وغيره كتير يا صديقي دليل واضح على إن الفلوس مش هي العامل الوحيد في تحسين جودة حياتك، لكن العقل الاستثماري الواعي والفكر السليم يقدر يصنع الفلوس دي وأكتر منها بكتير. طب إزاي تمتلك العقلية دي واللي هتغير حياتك للأفضل؟ ده اللي إن شاء الله هنعرفه في الفيديو اللي جاي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الفيديو الجديد. ما تنساش تقول لي بقى يا صديقي في الكومنتات، لو انت تمتلك ال 20 مليون جنيه استرليني بتوع مايكل كارول كنت هتعمل بيهم ايه؟ سلام.